السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله فيديو جديد هيكون عبارة عن هشارككم وجبات صحية، يعني اكل يوم كامل للدايت للناس اللي عاوزة تخس، عاوزة تخسري وزن من غير ما تخسري عضلات، تحافظي على شكل جسمك. نظام متكامل جدا وكمان اقتصادي، لان النهاردة الغدا هيكون اقتصادي جدا نظرا للظروف الاقتصادية اللي احنا بنمر بيها. ف يعني هقدم لكم ان شاء الله وجبات تكون يعني كويسة برضو، وكمان مناسبة للدايت، ويعني ان احنا نخس من غير ما يعني ما نفقد برضو عضلات، في نفس الوقت نقدر نخس من غير ما نحرم نفسنا. فمبدئيا كده يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لو انتوا طبعا اول مرة تتابعوني. وطبعا ما تنسوش، يعني عايزة الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من اللايكس، يعني كل اللي يشوف الفيديو يعمل لايك علشان يوصل لناس كتير بإذن الله ويستفيدوا منه. اول حاجه كده، العصير اللي انا صبيته ده كان عصير بنجر بفراوله، حطيت حوالي 5 فراولات كده وعليهم نص بنجرايه من غير ما يتسلق ولا اي حاجه، وبعدين ضربتهم في الخلاط بكوبايه ميه وبس كده. كان عصير بنجر حلو، انا باخده من غير سكر. عايزين تضيفوا عسل ابيض تمام، برضو حلو قوي للاطفال. اي حد عنده انيميا او بيعاني من يعني من نقص في الحديد وكده، او عنده تساقط في الشعر وخايف بقى لما يبدأ يخس يتساقط اكتر، اهتموا بالحاجات اللي فيها حديد. والبنجر يعني من اكتر الحاجات اللي بترفع الهيموجلوبين في الدم، يمكن خلال 20 يوم او اقل كمان. دي نتائج مع ناس على فكرة بجد موثوق فيها جدا، بتجيب نتيجة حلوة قوي لو استمريتوا تاخدوا بنجر يوميا على السلطة بقى، تسلقوه تحطوه تبشروه، تعملوا عصير مع برتقان بلدي مع فراولة، بيبقى حلو قوي. وبعد كده يا بنات او يا جماعة عملت الفطار. طبعا انا اخدت العصير ده على الريق كده عشان استفيد منه اكتر، وحلو قوي قوي للناس اللي بتعاني من ضعف عام. هنا عملت كده فطار جميل قوي، اخدت كام معلقه كده من جبنه قريش، عليها سلطه حوالي 3 معالق كبار، وبيضه مسلوقه وجزرايه وخيرايه. بجد طبق متكامل ومتوازن فيه بروتين وخضروات. وانا بس مش هاخد في الفطار يعني نشويات، ممكن ناخد نص رغيف لو احنا لسه مبتدئين وعايزين يعني برضو ما نحرمش نفسنا. كمان بعتذر لكم عن صوتي عشان صوتي تعبان شوية، معلش، يعني ان شاء الله يبقى واضح ليكم. هنا بقى بعمل القهوة بعد الفطار. والناس اللي هتسأل الفطار الساعة كام، دي حسب يعني براحتكم، بس انا يعني مش بطبق صيام متقطع مقصود او كده، بس انا اتعودت ان انا اخد وجباتي كلها خلال 8 ساعات، فاعتبروه صيام متقطع. يعني بفطر وبعدين باخد قهوتي بعد ساعة من الفطار او بعدها على طول. وبقعد كده 4 ساعات مثلا باخد الوجبة التانية وكام ساعة، وبقوم واخدة حاجة خفيفة جدا ان هو يعتبر مش عشاء، يعني بتبقى فاكهة، بتبقى حاجة بسيطة. وكمان الناس اللي حابة تاخد الفاكهة بعد الغدا على طول بيبقى كويس جدا، ان احنا ناخد الفاكهة في خلال نص ساعة من الاكل، ده برضو حلو جدا. واللي عاوز يعتبره عشاء ممكن ياخد زبادي وجنبيه اي فاكهة خفيفة، ونوقف اكل بعد 8 ساعات ونقعد نشرب مية، ده يعتبر صيام متقطع. ويعني الفطار مثلا ممكن يبقى 10 12 الظهر تمام قوي يعني. هنا بقى الغدا، زي ما قلت لكم الغدا اقتصادي جدا، وعلى فكرة من اكتر الحاجات اللي انا بحبها، يعني من اول ما بدأت الرجيم برضو في ايام كتير كنت باخد فيها بيض ومكرونة. انا بحب البيض مع المكرونة جدا، سواء مسلوق او معمول بحتة سمنة بلدي او قطعة زبدة. فهنا اخدت كده المكرونة دي حوالي 4 معالق ومعاهم بيضتين، والبيض على فكرة بيشبع جدا. وهنا خيار او اي سلطة انتوا حابينها، بس انا بفضل دايما لما يكون مثلا مكرونة او كده بحب اخد السلطة متقطعة. يعني السمك يمكن اكتر حاجة ممكن اخد معاه سلطة. في اكلات كده معينة باخد جنبيها سلطة اللي هي التانية الصغيرة، لكن في الغالب معظم الاكل بقطع كده جنبيه خيار فلفل اي خضار جانبي. وهنا الوجبة فيها خضروات وفيها نشويات او كربوهيدرات وفيها بروتين، يعني وجبة شاملة كده كل حاجة. وكان الغدا بتاعي واقتصادي جدا طبعا بالنسبة للحمة والفراخ. طبعا مش كل الناس او مش كل يوم هناخد اصلا فراخ ولحمة وسمك، يعني حتى جسمنا مش لازم ان احنا ندخله لحوم كتيرة كده. مش صحي قوي ان احنا ناخد كل يوم مثلا لحمة او فراخ. وطبعا الظروف الاقتصادية كلكم عارفين، فلازم نراعي شوية ان احنا ناخد يعني حاجات اقتصادية. برضو ممكن نفتح علبة تونة، مع ان برضو الاسعار غليت والحاجات دي برضو مش هتكون اقتصادية قوي، بس معلش يعني احسن من الحاجات التانية الاغلى.
بس فهنا بقى يكون عندنا اخر حاجة هاخدها خالص كام واحدة كده من الفراولة هاخدهم، وهيكون دي اخر حاجة هاخدها في اليوم ان شاء الله. طبعا نشرب مياه كتير، نحاول نتمشى. كمان يعني ان شاء الله ممكن نعمل وجبات نباتية بالعدس مثلا، ناخد لوبيا لو عندنا شوربة، نعمل حاجات من دي بتبقى حلوة جدا جنبها شوية رز، يعني يعتبر بروتين نباتي، مفيش مشاكل خالص. وده كان يوم النهاردة، اتمنى ان هو يعجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. مع الف سلامة.